تعقد غدا بالرباط أشغال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية برئاسة رئيسي الحكومة عبد الإله بن كيران وحمادي جبالي. وقد وصل هذا المساء رئيس الحكومة التونسية حمادي جبالي إلى مطار الرباط سلا على رأس وفد تونسي هام، وكان في استقباله رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. أحمد العلوي، الباشر رشاد وعبد العلي عيد. لبنة أخرى جديدة لتقوية صرح العلاقات الثنائية المغربية التونسية تشكلها هذه الزيارة لرئيس الحكومة التونسي حمادي جبالي، الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية التونسية. المسؤول التونسي وجد في استقباله رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، وبعد مراسيم الاستقبال الرسمية تقدم للسلام على رئيس الحكومة التونسي عدد من أعضاء الحكومة وسفير البلدين وعدة شخصيات مدنية وعسكرية. زيارة من المنتظر أن تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين الجانبين. جئنا لمزيد دعم التعاون ونسج مزيد العلاقات الوطيدة بين الشعبين وبين الحكومتين، واحنا مش مرتاحين كثير لهذا المستوى. نريد أن نرفع مستوى تعاملنا وتبادلنا التجاري ليرتفع ويرتقي إلى الإرادة السياسية التي تجمعنا، وهذا من حق الشعبين علينا، الشعب المغربي والتونسي، أن نرتفع إلى مستوى العلاقات الطيبة بين الشعبين. أشغال هذه اللجنة هي فرصة لتدارس العديد من القضايا الجهوية والإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي بالتوقيع على عدة اتفاقيات. هناك 8 اتفاقيات على الأقل ستوقع، مرتبطة بمجالات مختلفة، ولكن بالأساس في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا في مجال العمل القنصلي ووضعية المغاربة في تونس ووضعية التونسيين في المغرب. نظن بأن هذه الاتفاقيات ستكون دفعة للعلاقات بين البلدين، وبالتالي يمكن الدخول في واحد البناء جديد للاتحاد المغاربي يعطيه واحد القوة أكبر جهويا ودوليا إن شاء الله. وفضلا عن أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية التونسية، سيجري الوفد التونسي عدة مباحثات ولقاءات تهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.